ملخص فوز النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا. صلي على النبي وتعالى اقول لك. بدأ النادي الاهلي التشكيل كالاتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، باك يمين اكرم توفيق، باك شمال كريم الدبيس، قلب دفاع ياسر ابراهيم وعبد المنعم. ثلاثي خط النص يتكون من اليو ديانج، مروان عطية، وقدامهم امام عاشور. اما بقى الثلاثي المفاجأة الهجومي كان يتكون من على اليمين طاهر محمد طاهر، على الشمال عبد القادر، اما قلب الهجوم بيرسي تاو. ثانيا التبديلات: خروج مروان عطية، بيرسي تاو، عبد القادر، امام عاشور، واكرم توفيق. ونزول احمد نبيل كوكا، كريم فؤاد، وحسين الشحات، ومحمد مجدي قضية، وموديست. احرز اهداف اللقاء هم: لسيراميكا كليوباترا احمد الكندوزي نجم الاهلي المعار لسيراميكا واللي بيقدم اداء فوق الممتاز. النادي الاهلي احرز الاهداف ياسر ابراهيم من ركنيه طرطشه كده ودخلت في الجون. اما الهدف الثاني من صاحب القضيه محمد مجدي قفشه. ابرز اللاعبين في اللقاء: احمد الكندوزي طبعا من سيراميكا كليوباترا. للنادي الاهلي ابرز اللاعبين محمد الشناوي اللي اتصدى لكذا كوره، وكريم فؤاد صاحب الاسيست واللي نازل بيقول انا موجود. طبعا مش عايزين نظلم طاهر محمد طاهر عشان في كوره لو جابها جون كان هيبقى نجم اللقاء الاوحد. محمد مجدي قفشه هو نجم اللقاء الاول والاخير، بالرغم من ان هو لعب اقل من نص ساعه لكنه صاحب هدف الفوز في البلاس 90. بالتوفيق للنادي الاهلي فيما قادم، وما تنسوش اهلنا في غزه من الدعاء، وان شاء الله ان شاء الله نصر الله قريب جدا.